روحي جبتي الفخذ تاع الدجاج لها في الكونجيلاتور، واروح نوريك واحد الوصفه راح تخليهم ياكلوا صباحهم وراها مختلفه وبطريقه جديده بصح تجي بزاف بزاف بنينه. جربوها ورجعوا لي بالخبر. بسم الله. نسحقوا في هذا الوصفه فخذ تاع الدجاج، نقليوه في شويه تاع الزبده والزيت، ومن بعد نضيفوا له حبه بصل مرابيه، حبه البصل تكون متوسطه ماشي كبيره بزاف. نجيو للتوابل، ديروا مغرفه تاع لاموطارد، تقدروا تنحيوه ما ديروهش، نص مغرفه صغيره تاع الملح، رشه تاع الفلفل الكحل، ورشه تاع الكوري، وهنايا درت رشه تاع الثوم، تقدروا ديروا ثوم حب، ونزيد هنا رشه تاع الزعتره. نخلطهم مليح ونخليهم يتقلاو. هنايا راح ندير الحمص. الحمص هذا ديجا شمختو وكونجليتو، ونخليوه يزيد يتقلى شويه. ومن بعد هنايا امرقوا حق ما تغطيو الدجاج هذا مكان، ما تكثروش بزاف الماء. كون تكثروا بزاف الماء راح تجيكم لاصوص صامطه. هنايا بعد ما نغطيو الدجاج نغلقوا عليها ونخليوها تطيب، يعني مون با نص ساعه. كي ديروها في لاكوكوط نص ساعه طيب لكم. وبعد ما تهز الغليه نغلق عليها بهذا الشكل. وهنايا بعد ما طابت لي لاصوص نروح نقلي كميه من البطاطا، ملحها ونقليها. وبعد ما تطيب البطاطا نديرها في بابي باش يمص زياده تاع الزيت. ومن بعد نحط هذاك الفخذ ونزيد ندير هذاك الحمص، وتقدروا تبدلوا الحمص بالزيتون ولا جلبانه كيما تحبوا. وبعد ما درت هذاك الحمص ندير شويه من لاصوص. هنا نصيحه ما تكثروش بزاف لاصوص، حتى انا هنايا راني غلطت كثرت شويه، كنت ديجا دايره من قبل هذا الوصفه وما كنتش مكثره فيها بزاف لاصوص، جات بزاف بنينه ومعسله. شوفوا هنايا بعد ما دخلتها للفور حوالي 10 دقائق باش يتحمر لنا هذاك الفخذ وتشرب هذيك البطاطا لاصوص. شوفوا كيفاه ولات. على هذه قلت لكم ما تكثروش بزاف لاصوص باش ما تبقاش في الاسفل هكذاك، بصح كي ديروا غير شويه تجيكم سوا. وهذه كانت الوصفه تاع اليوم، سهله ماهله وبزاف بنينه. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وبالسلامه الى فيديو قادم.